جتني مكالمة في الليل من الدولة العربية، قالوا لي إن زوجتك تعبانة مرة. سافرت لزوجتي الثانية وكانت تعبانة مرة. لما كشفوا عليها لقوا عندها سرطان وفي الثدي. وانشغلت فعلا عن حرمتي الأولى مع الثانية المريضة. رغم مرض حرمتي الخطير، حرمتي الأولى ما راعت هذا الشيء، منعتني إني أسافر أنا وياها لحالنا للخارج لعلاجها، وما كان مني إلا إني أخذها معانا هي والأطفال. وتخيل الثقل والمسؤولية شلتها معاي، كنت أتركها في البيت وأروح للمستشفى لمواعيد الثانية. فلما أرجع نفس الطريقة ترجع، وش رأيك نطلع نتمشى ونغير جو حنا والأولاد، وأنا طفشانة والأولاد طفشانين. أنا كنت معصب، توني جاي من المستشفى، فصرخت عليها وقلت ما حد قال لك تجين معانا، وتراك بثقلة علي ومحملتني مسؤوليتك أنت وبزرانك. قلت هالكلام وأنا في كامل غضبي، بس ما أنام، كنت مضغوط. زعلت وسوت لي هواش في ذاك اليوم وقدام الأطفال، وكلمة مني وكلمة منها ضربتها كف، وقلت تسافرين الأسبوع الجاي وتنقلعين لبيتك. سفرتها وجلست 5 شهور، وحالة حرمتي كل مالها تدهور للأسوأ لحد ما انتشر المرض، وطلبت مني أوديها لأهلها، وفعلا وديتها وتوفت الله يرحمها ويسكنها جناته. رجعت لديرتي، وكنت من بعد هالتجربة تحولت لإنسان ثاني، إنسان ما يعرف الصبر ولا الكلام اللين، وتغيرت 180 درجة. صرت عصبي على زوجتي لأتفه الأسباب، صرت أزعل على الكبيرة والصغيرة، لأنها بكل بساطة استنفذت صبري، استنفذت تصيد احترامي لها، استنفذت كل شيء. ومع هالأسلوب والتوتر بيننا قررت أتزوج مرة ثانية، بس هالمرة من نفس ديرتي. وبفترة البحث عن عروس جديدة كانت زوجتي الأولى تلبس لي وتغيرت، وطلبت مني إني أسفر وحدة من الخدامات، وكانت تبتسم لي وتغير أسلوبها معي، بس ما كنت أشوف هالتغيير، لأني كنت أخاف إنها ترجع مثل كل مرة، تتغير أسبوع أو شهر أو شهرين وترجع لعاداتها القديمة. بس مرة شهر، شهرين، و3، وزوجتي ما زالت كما هي، مهتمة فيني وبلبسي، وكانت تسوي مثل ما كانت زوجتي الثانية الله يرحمها ما تسوي. كانت تستقبلني بكاس العصير لما أجي من برا، كانت تاخذ الأطفال لآخر البيت، تخاف يزعجوني، بس كانت هالمرة الأخطاء مني أنا. كنت قاسي معها، بارد في كلامي، ما ألقي لها أي اهتمام. كان هالأسلوب يضايقني، بس ما كنت عارف ليش مستمر في نفس المعاملة رغم أني ملاحظ التغيير. ولقيت العروس الثانية وخطبتها، وقررنا وقت الملكة، ورحت لزوجتي الأولى عشان أعلمها. ولما قلت لها توقعت ذيك المجنونة اللي تطلع من طورها تكسر كل البيت وتصارخ وتتلفظ بألفاظ ما تناسبها كأنثى، بس لا، دمعت عيون حبيبتي، وكانت دموع بدون أي صوت، وقالت بصوت مخنوق الله يوفقك ويوفقها. قلت لها وأنا أتصنع القساوة ترى ملكتنا الخميس الجاي، وجاء يوم الأربعاء وأنا طالع للعمل، جت زوجتي وقالت بزواجك الثاني. قلت لي لو ما تبين أتزوج قولي لا تتزوج، أنا الحين أقول لك لا تتزوج. وبكت بصوت عالي وقالت لو ما تراجعت عن قرارك ما راح ألومك، لأني أنا خطيت كثير في حقك، بس راح أكون لك زوجة مخلصة وما راح أطلب الطلاق هالمرة. جاء يوم الخميس اللي هو يوم الملكة، كنت متضايق مو فرحان. ما ودي أقهر عمري وروحي وحياتي اللي ما تدري وش كثر أنا أحبها وأغليها، ما تدري إن دموعها ما تهون علي، وطلباتها بالنسبة لي أوامر، بس الشكوى لله. أنا أعطيت الكلمة للرجال، والملك اليوم ما يصلح. ركبت السيارة مع أخوي الله يصلحه، شوي مطيور ورجه وجريء، وعلمته وقلت له والله أم فلان ما تهون علي، وبيني وبينك ما ودي أتملك اليوم. قال أكيد ما ودك؟ قلت إيه. قال طيب قول إنك استخرت وما ارتحت. قلت له لا، صعبة يا رجال، مو حلوة قدام الرجاجيل. قال خلاص أنا عندي الحل. قلت وشلون؟ قال لا بعدين تعرف. المهم دخلنا بيت أهل العروس، وأخوي كان يحكي مع أخوهم برا، وكنا نحتري المملك شوي وأخوي يجلس. وعقب كذا ربع ساعة الولد نادى أبوه وأنا ما أدري وش السالفة. المهم نحتري المملك، ما جاء، وقال الأبو إننا نتصل على جواله ما يرد. على العموم تفضلوا على العشاء، وإذا ما تملكوا اليوم يتملكون بكرة. بعد ما خلصوا الرجال من العشاء جالي أبو البنت وقال لي والله ما ندري وش نقول لك، بس البنت عيت تقول إنها مو مرتاحة. أنا فرحت داخليا وبنفس الوقت مصدوم، ما أدري وش المشكلة، ودريت إن أخوي هو السبب واللي فركش الدعوة وخلاهم هم اللي يرفضوني. رجعت لبيتي ودخلت على زوجتي، وكانت فارشة سجادتها وتدعي، وضميتها لصدري وعلمتها إني ما تزوجت. فجأة سجدت وهي تصيح، وأنا جلست أصيح معها. عرفت إن زوجتي أول ما ابتدت تتغير للأحسن
كانت قاطعة علاقتها مع صديقتها اللي كنت شاكنها ورا تغيير زوجتي. رجعت لزوجتي وحبيتها أكثر من الأول، والحين الحمد لله ما في دولة إلا مسافرين لها، لأني ارتحت الحين ماديا ولا في شيء يشغلني عنها زي أول. ونصيحة لك، اصبري على زوجك وساعديه في كفاحه في عمله، والشكوى لله، ترى متطلبين وغثيثين بس استحملونه.